Alpha. دي ال ZV-E1 أجدد كاميرا من سوني، وفي رأيي الشخصي هي غلطة عملتها الشركة، بس مش غلطة تندم عليها. خليني أقول لك ليه. الكاميرا دي هي أصغر كاميرا فول فريم من سوني. هجين بيجمع ما بين ال A7S III وال FX3 ومعاهم كمان ال A7R5. وايوه انا عارف ان الكلام اللي انا بقوله غريب، لان الثلاث كاميرات اللي انا بتكلم عليهم من ثلاث فئات مختلفه، سينما وفوتوغرافيا وفيديو. بس الهجين الغريب ده حصل لما خدوا السنسور بتاع ال A7S III وال FX3 وخدوا معاهم كمان ال AI يونت والفوكس سيستم بتاع ال A7R5. خدوا كل الحاجات دي وزنقوها في بادي قد كف الايد وبنص سعر الكاميرات اللي انا بتكلم عليها. البادي بتاع الكاميرا معمول من بلاستيك قابل لاعاده التدوير، شكله بسيط، وهتلاحظ كمان ان مفيش الكترونيك فيو فايندر، وده لانها اصلا مش موجهه لمصورين الفوتوغرافيا في الاساس، ثم ان هي اساسا ما فيهاش ميكانيكال شاتر، وده ياكد على توجه الشركه ان الكاميرا دي للناس اللي بتصور فيديو اكتر. بس بالرغم من كده هتلاقي فيه سويتش صغير كده بتقدر ان انت تنقل ما بين وضع الفيديو وما بين وضع الفوتوغرافيا لو حابب ان انت تاخد صور بدقه 12 ميجا بكسل، وهي اقصى دقه للسنسور ده. الازرار اللي في الكاميرا مش كتير، وهتلاقي ان في زرار ديديكيتد لتصوير الفيديو غير زرار الشاتر اللي هتلاقي ان هو حواليه بكره كده عشان تعمل بيها زوم ان وزوم اوت، وهحكي لكم بالظبط ممكن تعملوا بيه ايه. وفي البادي بتاع الكاميرا من فوق في المايك كابسول اللي انا عايز احكي لكم عليه بالتفصيل برضو، واللي هتلاقي جنبه في عندك تالي لايت اللي انت بتقدر وانت بتصور فيديو يبقى منور عشان تعرف ان انت بتعمل ريكوردنج. بالنسبه للبورتس بتاعت الكاميرا دي فيها مكان لاس دي كارد واحده، فيها فتحه يو اس بي تايب سي، فتحه للمايك، فتحه للهيدفونز، واخيرا فتحه مايكرو اتش دي ام اي. طبعا كلنا بنتمنى ان يبقى فيها تايب اي، الاتش دي ام اي تايب اي مش تايب دي، بس يعني نظرا لحجم الكاميرا معذورين. نفتح بقى الشاشه كده ونحب نبارك بقى لسوني ان هي بدات تسمح لنا ان احنا نستخدم التاتش في كل انحاء الكاميرا، سواء وانت بتصور، وانت في المنيوز، وانت بتعمل بلاي باك. خلاص عندك تاتش سكرين زي بقيه العالم تقدر ان انت تستخدمها في اي مكان. ده غير ان بقى في شويه سوايبس روشه كده، تقدر تسوايب يمين وشمال علشان تظهر السيتنجز بتاعتك او تخفيها. فبالنسبه للشاشه نحب نقول الحمد لله على السلامه وقدر ولطف. نرجع بقى للكلام المهم. سنسور زي ده موجود في اعتى كاميرات سوني، وجوده هنا بيخلي الكاميرا دي تطلع جوده مطابقه للجوده اللي بتطلع من الاي 7 اس 3 ومن الاف اكس 3 كمان. موتور فيراري محطوط في جسم كيا بيكانتو فابريكا دواخل. الكاميرا هنا بتصور 4K 422 10 بت 60 فريم، وكمان سوني بتقول ان في ابديت هينزل في شهر 6 يخليها بتصور 4K 120 فريم مع دول نيتيف ايزو 640 و12800 زي اللي موجود في الاي 7 اس 3 بالظبط. وانا جربت الموضوع ده بنفسي، كانت اول مره اجربه في الكاميرا دي، وفعلا وانت ماشي بالايزو بتاعك لو انت لقيت نفسك قربت من 12800 في فرق كبير ما بين ايزو 10000 وما بين ايزو 12800. اول ما بتنقل من 10000 ل 12800 فجاه النويز سيجنال اللي موجوده عندك والشكل بتاع الفيديو بيختلف تماما، ودي حاجه تخليك مطمن ان انت هتطلع فيديو نظيف حتى لو انت بتصور بالليل وفي ظروف اضاءه ضعيفه. ده غير اصلا ان الايزو نفسه بقى بتاع الكاميرا بيوصل لحد اكتر من 400000. كمان الكاميرا دي فيها ميزه لطيفه جدا، وهي اللايف ستريمنج. تقدر ان انت تطلع لايف باستخدام الكاميرا بجوده 4K 30 فريم او فول اتش دي 60 فريم. بس نقول ايه، هي التكنولوجيا كده تشوفك فرحان ومبسوط لازم تنكد عليك. لازم بكل الحاجات اللي موجوده في الكاميرا دي كنت اختبر الكاميرا واشوف اخبار السخونيه معانا ايه، خصوصا ان في البادي الضئيل ده مفيش مكان لمروحه او حتى مكان السنسور ياخد نفسه كده عشان يتبرد. جربت اصور على اعلى جوده وهي 4K 60 فريم في ظروف جو معتدله، درجه الحراره 23 24، وبعد 12 دقيقه كانت الصدمه. الكاميرا طلعت لي رساله انها سخنت وفصلت وخلاص كده. اتجننت يعني، حتى لو بتسخن مش كده. المهم سبت الكاميرا واعصابي يبردوا لمده 5 دقايق، وبعد كده رجعت شغلت الكاميرا وقعدت اغوص بقى في المنيو علشان اشوف في سيتنجز للهيتنج او السخونيه بتاعت الكاميرا دي ولا لا. وبالفعل لقيت ان هو معمول الاوبشن على ستاندرد، يعني ان هو بمجرد ما تسخن حاجه بسيطه الكاميرا تفصل. وفي اوبشن تاني تقدر ان انت تختاره وهو هاي، وده اللي انا اخترته. وكمان خدت بالي ان انا كنت بصور والشاشه نفسها محطوطه كمان في ظهر الكاميرا كده، ففتحت السكرين وخليتها لبره في نفس الظروف نفس درجه الحراره، بس غيرت الاوبشن بتاعي ستاندرد خليته هاي وفتحت السكرين لبره كده، وبدات تاني اصور على نفس الجوده اللي هي كانت 4K 60 فريم. وهنا الكاميرا صورت لمده 54 دقيقه متواصل قبل ما تظهر لي نفس المسج بتاعه الهيتنج دي وتفصل. فرق ضخم طبعا،
وبالنسبه لواحد زيي انا كده مش شايف ان انا عندي مشكله في الكاميرا دي، لان عمري ما بقعد اصور لمده 54 دقيقه او ساعه متواصل بالكاميرا على جوده 4K 60 فريم. وطبعا لو انت قللت الجوده بتاعتك من 4K ل Full HD هتاخد مده تصوير اكتر، وكمان لو انت قللت الفريم ريت بتاعك من 60 ل 30 او 24 هتاخد برضو مده تصوير اطول. واساسا لو انت فاكر فالكاميرا دي انا كنت بقولك انها موجهه لصناع المحتوى او الفلوجرز اللي عاده لو بيجوا يصوروا 4K 60 فريم علشان بعد كده يبطئوه بتبقى بيرولات سريعه كده، ولو هيصوروا بقيه اليوم بتاعهم بيبقى غالبا فول اتش دي عشان السوشيال ميديا، او لو هيصوروا 4K هيبقى بفريم ريت اقل زي ال 30 او ال 24، فمش هيواجهوا مشكله خالص في الموضوع ده. من هنا بقى كل اللي جاي دلع، وابدا باول حاجه واهم حاجه في رايي الشخصي وهو الفوكس سيستم. وخليني اقول لك ان انا زي ما قلت في الفيديو بتاع الاي 7 ار 5 لو انت فاكر، ده اقوى واحسن واحلى واجمل فوكس سيستم انا جربته في اي كاميرا في حياتي. مهما حطيته في ظروف صعبه هو ما بيغلطش، الدنيا ضلمه وفي حاجات تلخبطه هو ملوش دعوه، هو عامل لوك على الحاجه اللي انت عايزها وشايف كويس حتى لو انت نفسك مش شايف. ده وصل كمان لان انت مش بس لما بتبص للكاميرا بيعمل اي ديتكشن، ده انت لو لفيت ظهرك للكاميرا بيبقى عارف يتوقع مكان عينك فين من ظهرك علشان لما ترجع تبص للكاميرا تاني يكمل فوكس على عينيك من غير ما يهنت خالص. ده كمان لو انت اصلا الشوت بتاعك بظهرك وفي حد انت بتصوره وهو ماشي ظهره ناحيه الكاميرا، فبقت الكاميرا كمان تتعرف على الاجسام ان ده جسم شخص او ده رجلين شخص فانا هعمل فوكس عليه. ده غير ان هو بيتعرف على بني ادمين وحيوانات وحشرات وعربيات وقطوره وطيارات وليله كبيره سوا. بالحديث بقى عن الاي اي تعالى اقول لك على شويه حاجات كده هتبقى اول مره تسمع عنها في كاميرا بتشوفها في الكاميرا دي، زي مثلا حاجه اسمها اوتو فريمنج، وده عباره عن فريم بيتحط جوه اللي السنسور شايفه وبتبتدي تعمل بيه تتبع للحاجه اللي انت بتصورها. يعني مثلا لو انا حاطط الكاميرا على ترايبود ومفيش حد هنا بيصورني غير ان الكاميرا موجوده وثابته على الترايبود ده، اقدر ان انا اختار فريم يصورني هاف بادي شوت مثلا او هيد شوت ويبتدي يتتبعني في الاوضه مكان ما انا بتحرك، يبتدي يمشي معايا والكلام ده يتسجل على الكاميرا زي ما هو. وكمان تقدر تتحكم في الزوم اللي هيحصل ده قد ايه، والانترفلز بتاعته في الفيديو ممكن يفضل يعمل زوم ان وزوم اوت كل شويه علشان المشاهد ما يزهقش. ميزه لذيذه جدا، بس انا لما جربتها حسيت ان انا مش هستخدمها قوي لان الزوم اللي بيحصل ده بحس ان هو بيتتبع كل حركه بتاعتي، باين ان هو صناعي سنه، يمكن في الابديتس اللي جايه يتحسن عن كده شويه. في ميزه تانية بقى كمان اسمها كلير ايمج زوم. فاكر الزرار بتاع الزوم اللي انا قلت لك عليه ان هو موجود في الكاميرا؟ بتقدر ان انت تعمل زوم جوه الفيديو بتاعك وانت بتصور ايا كانت ايه العدسه اللي انت بتستخدمها، ورغم كده تفضل محافظ على الجوده بتاعت الفيديو. الزوم ده في الكاميرا دي بيبقى في وضع الفيديو 1.5 وبيبقى في وضع الفوتوغرافيا 2x. ال1.5 دول ممكن تحس ان هم مش فارقين قوي، بس لو انت مثلا بتستخدم عدسه 50 مللي ما فيهاش زوم، حاجه حلوه قوي ان انا الرينج بتاعي يبقى من 50 ل 75 من غير ما اغير العدسه. وكمان ان انا مش بعمل الزوم ده في البوست بعد ما اصور، لا ده انا وانا بصور بروح عامل زوم ان وزوم اوت، فاقلل خطوه في المونتاج. قبل بقى ما اكلمك على الميزه اللي جايه، فعايز اقول لك ان الاستابلايزيشن او التثبيت اللي موجود في الكاميرا دي هو احسن حاجه في العالم تقريبا دلوقتي لكاميرا بتستخدمها هاند هيلد. وانا شخص ايدي مش ثابته قوي، فلما اقول لك ان انا بقدر اطلع فيديوهات كانها متصوره بجيمبل باستخدام الكاميرا دي يبقى تسمع كلامي. لما تخش على السيتنجز بتاعت الاستابلايزيشن هتلاقي عندك حاجه اسمها ستاندرد، وده باختصار ان السنسور بس او الان بادي ستابلايزيشن الموجود في الكاميرا هو اللي بيتحرك ويعوض حركه ايدك. بعد كده عندك اوبشن تاني اسمه اكتف، وده بيعمل كروب سنه كده علشان يبتدي يعوض كمان الحركه بتاعتك. واخر واحد واكتر واحد عجبني فيهم هو اسمه دايناميك اكتف، وده بيعمل زوم ان شويه حلوين كمان، بس تقريبا بيلغي اي حركه بتظهر بايديك او لو انت ماشي، فتقدر تاخد شوت وانت ماشي ورا حد من غير ما الخطوات بتاعتك تبان ومن غير ما الهزه بتاعت ايدك تبان. اقرب حاجه شفتها الجيمبل في اي كاميرا. وجود بقى الاستابلايزيشن الخطير ده مع الاي اي يونت اللي انا كلمتك عليها بيطلع لنا حاجه كده اسمها فريمنج ستابلايزر، وده بيساعدك ان انت تاخد الشوت بتاعك لو انت عايز تخلي الجسم بتاعك وانت بتتحرك في نص الكادر بالظبط، هو بيعمل زوم ان شويه ويفضل يعوض اي حركه انت بتسبق فيها او بتاخر فيها في تصوير الجسم ده علشان يفضل محافظ على الكادر بتاعك ان الشخص في النص. كمان مش لازم ان انت تستخدمه ان هو يبقى في النص، ممكن تحدد له الاماكن اللي عايز الفريم يتظبط عليها وهو يعمل معاك الموضوع ده ويسهل عليك ان انت تطلع الشوت. ميزه مفيده جدا للناس اللي بتبقى عايزه تاخد شوتس متحركه وتفضل محافظه على الكادر بتاعها في كذا شوت. بس برضو ما تفتكرش ان هو ساحر، يعني برضو انت محتاج ان انت تظبط على قد ما تقدر ان الشخص يبقى في النص مثلا لو انت ظابطه على السنترد، وهو يعوض الحركات اللي انت هتغلطها البسيطه اللي تسبق او تتاخر فيها. لكن ما تبقاش انت ماشي وخلاص ومش فارق معاك الكادر وتقول له اظبطها لي
في النص، هو مش عفريت برضه. ده غير شويه مميزات عظمه برضه موجوده في الكاميرا دي، زي اللاتس اللي تقدر ان انت تحطها في الكاميرا بتاعتك، اللاتات اللي انت بتستخدمها في العادي تحطها على الكاميرا وانت بتصور، تبقى انت شايف اللات اللي انت بتصوره شكله هيبقى عامل ازاي. مفيده جدا للناس اللي بتبقى عايزه تكالر جريد بعد كده، انها هتطلع الفيديو مظبوط بالظبط على اللات اللي هيستخدموه. وطبعا في الكاميرا دي برودكت شوكيس، وده اللي بيخليك اول ما بتدخل منتج جوه الشاشه بيعمل فوكس عليه، وبعد كده لما بتشيله بيرجع يعمل فوكس عليك للناس اللي بتعمل ريفيوز، مهم جدا. وبشرى ساره بقى لاي حد عايز يعمل فيلم، بقى فيه هنا اوبشن اسمه سينماتيك فلوج، وده بيظبط اسبكت ريشيو بتاعتك 2:1، بيخلي الفريم ريت بتاعك 24 فريم، وبيكالر جريد الفيديو بتاعك. كل اللي انت محتاج تعمله بس ان انت تصور. وطبعا كلنا عارفين الثلاث حاجات دي، كالر جريدنج 24 فريم مع الاسبكت ريشيو دي، يعني سينما خلاص مش محتاجه، هتنزل تصور صحابك وتطلع لهم فيلم سينما. أنا لسه فاكر اليوم كأنه امبارح. الوقت سرقني في يوم شغل طويل، مخدتش بالي إن إحنا بقينا بعد نص الليل. عارف أصعب حاجة ممكن تحط فيها؟ إن أنت تختار ما بين حاجتين. إحساس إن أنت جواك شخصين، كل واحد فيهم عايز حاجة والاتنين صح. كانت الساعة 3:15، قدامي مهلة ربع ساعة أختار فيها، يا إما هخسر كل حاجة. أنت نفسك لو مكاني مش هتعرف تعمل إيه. أنا لوحدي، مفيش حد أكلمه، مفيش وقت أضيعه، لازم أتصرف. مش عارف لو كنت اخترت الاختيار التاني كنت هبقى فين دلوقتي. طبعا للناس اللي بتصور سينما بجد ممكن ما يعجبهاش الموضوع ده، لان هو برضو يعني ما بيطلعش اللوك بالظبط اللي انا محتاجه. كده كده هحتاج كولر جريد، وال 24 فريم مش هتخليك مثلا تحط شطات وبعد كده تبطئها. يعني من الاول والاخر هو معمول للناس اللي مش فاهمه قوي في الحته دي وعايزه تطلع فيديو شكله سينماتيك في الفلوج بتاعها، وهيطلع فعلا شكله سينماتيك. يا فاكرين المايك بقى اللي انا قلت لكم عليه في اول فيديو؟ نفس المايك ده برضو حاشرين فيه الحته بتاعت الاي اي دي، لان هو فيه 3 كابسولز هنا، وتقدر ان انت تستخدم المايك ده دايركشنال، يعني تقدر تقول له ان هو يلقط الصوت من قدام الكاميرا او من ورا الكاميرا او 360 حوالين الكاميرا، او ان انت تسيبه على الاوتو، بمجرد ما انت تبقى ظاهر في الكادر يبتدي يلقط صوتك، ولما ترجع ورا الكاميرا يبتدي يلقط من الناحيه الثانيه. حلو جدا وهيفيد جدا الفلوجرز اللي بيستخدموا الكاميرا دي. وكمان في ميزه لذيذه جدا وهي الفوكس بريثنج كومبنسيشن، وده كل اللي بيعمله. عارف انت لما تيجي تعمل فوكس على حاجه بعيده او قريبه بالعدسه او الكاميرا بتاعتك، وتلاقي ان انت لما بتيجي تعمل فوكس على الحاجه البعيده بيبقى الزوم بيتغير، وبعد كده لما ترجع للحاجه القريبه الزوم يتغير كمان مره. ده اسمه فوكس بريثنج. الكاميرا دي فيها اوبشن بيعمل كومبنسيشن لحاجه زي كده، وده الاقرب للشكل بتاع عدسات السينما، وهو ان انت لما تيجي تصور فيديو لو بتعمل فوكس على الحاجه القريبه او الحاجه البعيده، الكادر بتاعك او الزوم بتاعك هيفضل زي ما هو. ميزه خطيره جدا. الخلاصه، الكاميرا دي بتقدم مميزات كتير جدا، قصادها تضحيات بسيطة وقد تكون مش تضحيات أصلا للناس اللي الكاميرا دي بتلبي كل احتياجاتهم. كاميرا بتديك جودة مطابقة لكاميرات بضعف ثمنها زي ال FX3 مثلا. ده كمان فيها مميزات ممكن ما تبقاش موجودة في كاميرات أغلى منها زي الفوكس بريثنج الموجود هنا والمش موجود في ال A7S3. قصاد المميزات دي وإنها نازلة ب $2200 أو ثمن البادي في مصر تقريبا دلوقتي حوالي 70,000 جنيه، وده أقل من كل الكاميرات اللي أنا اتكلمت عليها، هيبقى في شوية تضحيات زي إن البيلد كواليتي أو الماتيريالز اللي معمولة منها الكاميرا اقل من الكاميرات التانية، وان انت عندك سلوت لميموري كارد واحده، والحته بتاعه الاداء بتاعها والسخونيه اللي هتلاقي ان كاميرات زي ال FX3 او ال A7S3 احسن منها فيها. بس بالنسبه لك لو انت مش فارق معاك ان البادي يكون اتقل، او انت مش بتشتغل شغل يعني هيتخبط فيه ولا حاجه، ولو انت مش فارق معاك ان يبقى عندك 2 ميموري كاردز، ومش فارق معاك ان انت تصور ساعات متواصله من ال 4K 60 فريم قبل ما الكاميرا تسخن، وشغلك معتمد زي شغلي مثلا ان انا باخد شوت وبعد كده بقفل الكاميرا، بصور في مكان تاني واقفل الكاميرا وهكذا، او ان
ان البي رولات بتاعتي بتبقى عباره عن ثواني او دقايق، وبالشكل ده عمر ما الكاميرا هتسخن منك. لو انت فلوجر وعايز حاجه خفيفه وفي نفس الوقت سهله والفيتشرز بتاعتها كلها هتخليك تإليفيت الكواليتي بتاعت التصوير بتاعتك من غير ما تتعب في حاجه تقريبا، فالكاميرا دي هي الكاميرا المثاليه للناس دي دلوقتي، كسعر وكفيتشرز كفوكس سيستم كجوده بتطلع منها، هي الكومبليت باكج. اما لو انت شخص بيصور فيديو لفترات طويله وده شغلك الاساسي بقى وسينما والكاميرا هتتخبط منك ومحتاج حاجه تستحمل، او ان انت شخص عايز كاميرا بتجمع ما بين الفوتوغرافيا وما بين الفيديو وتبقى قويه هنا بس مش قوي وقويه هنا بس مش قوي، فالكاميرا دي مش ليك، لانها في الفوتوغرافيا هتطلع صور 12 ميجا بكسل قصاد ان انت دافع 70,000 في البادي. مش حاسس ان لو الفوتوغرافيا مهمه بالنسبه لك تشتري الكاميرا دي. ولو انت عايز حاجه بتستحمل بقى وبادي تقيل وسينما والكلام ده، برضو متهيألي ان انت المفروض تروح برضو للاي 7 اس 3 او تروح للاف اكس 3 او كمان الاي 7 اس 4 بقى لما تنزل نبقى نشوف هتقول ايه، اللي انا متوقع انها تبقى خطيره بالحاجات الموجوده هنا. لو عايز تطلب الكاميرا دي تقدر تطلبها عن طريق الموزعين المعتمدين الموجودين على الشاشه، ودلوقتي بقى في مركز خدمه معتمد جوه ادفانسد ميديا اللي بقوا موجودين دلوقتي في كايرو فيستيفال سيتي التجمع الخامس. بس كده لو وصلت للجزء ده في الفيديو فخليني اقول لك ان انا بحبك، لان انت بتساعدني اعمل المحتوى اللي انا بحبه يا مشاهد يا قمر انت يا جميل. اشوفك في فيديوهات تانية.